جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النهاردة موجودة في هذا المكان العظيم. هذه الزيارة فعلا هي تعاون مشترك من الجانبين، يعني زيادة المستوى التدريبي اللي إن شاء الله الطلاب بتوعنا هيستطيعوا إن هم يكتسبوه من خلال إن هم يشوفوا هذا تقديم خدمة متكاملة على أعلى مستوى عالمي معتمدة من جميع الجهات العالمية، وعلى رأسها الجوينت كوميشن انترناشونال بالولايات المتحدة الأمريكية. من أكتر الحاجات كمان اللي أسعدتني قد إيه هذا الصرح بيهتم بالبحث العلمي، وقد إيه حاطط استثمار في البحث العلمي بحيث إن إحنا دايما ما نبقاش تابعين، ولكن نقدر إن إحنا يكون العلاج وبروتوكولات العلاج نابعة من البحث على الحالات اللي موجودة عندنا في مصر. أنا فخور جدا جدا بالمستشفى دي، والحقيقة هي بتتميز بحاجات كتيرة جدا، مش بس المجال الطبي، ولكن أنا لفت نظري إن كل العاملين في المستشفى بيتكلموا عن الأطفال بيقولوا ولادنا، ودي حاجة الحقيقة متميزة جدا جدا جدا، وبيراعوا البعد النفسي للأطفال، بيعلموهم مهارات تانية. يعني المستشفى دي فعلا متقدمة طبيا ومتقدمة على المستوى الإنساني والسلوكي للأطفال. شفنا النهارده رعاية ضخمة جدا للمرضى، وإمكانيات كبيرة جدا جدا في المستشفى بتقدمها بكل حب وبكل علم، وتكنولوجيا ضخمة جدا موجودة في الجامعة. قد إيه ده صرح عظيم، وقد إيه العمليات وإدارة العمليات فيه مهمة جدا جدا. وبصراحة أنا شايفة إن إحنا هنتعلم من حضراتكم كتير وهنستفاد كتير، سواء من الطلاب أو على في المجال الإداري أو في المجال الأكاديمي ومجال البحث العلمي. كلنا لازم نتحد عشان الكيان دوت يفضل مستمر وقائم، ولينا علشان ما فيش أي حد بعيد مننا عن المرض ده، مفيش أي أسرة بعيدة عن المرض ده. نعتبر كل الولاد دول ولادنا، لينا دور ولينا مسؤولية تجاههم، ولازم نتعاون كلنا على إن احنا نقدر نخلي الولاد دول يكملوا ويستمروا ويعيشوا حياة طبيعية زي أي طفل تاني.